في هذا المشهد نرى كيف أن إهمال التركيز في القيادة قد يؤدي إلى نتائج كارثية حقا. لا أعلم لماذا تردد هذا الرجل كثيرا عند عبور الطريق عندما كان خاليا، وفي النهاية عندما عبر كاد أن يصطدم بالقطار الذي مر على بعد سنتيمترات ضئيلة منه. قام هذا الرجل بالنزول من سيارته لكنه نسي أن يغلق المكابح، فما كان من السيارة إلا أنها رجعت إلى الخلف وانزلقت على الطريق لتتحطم تماما. لا أعلم فيما كان يفكر هذا الرجل عندما قرر الوقوف على هذا القارب وهو يغرق، لحسن حظه أنه لم يصب بضرر. عندما كان يحاول هذا العامل إنزال حمولة الذرة من على العربة، تحركت السيارة إلى الأمام، مما تسبب في انهيار المبنى بالكامل عندما اصطدمت العربة بالعمود. يبدو أن هذا السائق حظه سيء للغاية، فكلما حاول العبور من المكان اصطدم بالعمود الحديدي، هذا الذي جعل زجاج السيارة يتحطم تماما. أعتقد أنه كان عليه أن يتزحزح بالسيارة قليلا. سئم هذا الرجل الحياة، لذا قرر الخروج والوقوف في منتصف الطريق، ولكن ما حدث كان عكس ما توقع، حيث إنه كانت هناك عربة بحصان فقد صاحبها توازنه من عليها، فسقط على الأرض في مشهد غريب أجبر الشخص على التراجع إلى جانب الطريق. كان هذا الرجل يصلح عطلا ما عندما فوجئ بكتل من الثلج المتطايرة عليه لسيارة انحرفت عن الطريق وكادت أن تصطدم به، ولكنه نجا في اللحظة الحاسمة. يبدو أن ما تقود تلك السيارة أنثى حاولت أكثر من مرة ركن سيارتها ولكن دون جدوى، وزوجها يحييها على الكارثة التي قامت بها. أليس هذا مضحكا؟ علق قارب هذا الرجل على حافة الجسر، فما كان منه سوى أنه قام بالصعود إلى الجسر وإزاحة القارب من عليه والقفز مسرعا إلى القارب، في مشهد يدل على لياقته البدنية. يبدو أن هذا الرجل قد درب الجزء العلوي من جسمه فقط بصدره ويديه، ونسي أن يقوم بتدريب بطنه ليظهر بهذا المظهر الغريب الذي يتباهى به. أظن أنه سعيد بنفسه هكذا. وقع هذا الرجل في فخ المقلب الذي نصبه له أصدقاؤه وتلون باللون الأزرق. هذه طريقة صيد غريبة للغاية، حيث على أحد الصيادين أن يصيد السمكة والآخر يضربها على رأسها. أليس هذا قاسيا؟ عموما قد نال الصياد جزاءه وسقط في البحر. إلى هنا أيها الأصدقاء ينتهي هذا الفيديو.